احمد، لو كنت نقيب الممثلين ايه اهم قرار هتنفذه؟ اي حد مش موهوب مش هيشتغل، ف90% مش هيشتغل. اسالك سؤال تاني يا احمد، هسالك السؤال تاني. اتفضل. لو انت نقيب الممثلين اول قرار هتاخده ايه؟ هنصيف في 3 شهور الصيف. وايه كمان؟ لو انا نقيب هستقيل. اول قرار. الموضوع صعب طبعا. وبصراحه الله يكون في عون دكتور اشرف، وخناقات وحاجات يعني بيكون الراجل قاعد وعنده مشاكل كتير وبيحل مشاكل تانية لا الموضوع صعب. الله يكون في عونه بصراحه. طبعا اشرف زكي الدكتور والاستاذ من اجمل واهم نقباء الممثلين. بصراحه والله انا دايما بقول بصراحه، عشان انا اصل انا عضو في النقابتين، يعني عضو عامل في كتير يعني دكتور اشرف زكي ده كلمه نقيب اتخلقت عشانه. وصلنا بقى لفقره مهمه جدا، المشهد التمثيلي. دلوقتي عندنا مشهد بينكم هتعملوه حالا. مي بنت بلد ماشيه في الشارع، الفنان الكبير احمد ماشي وراها بيعاكسها، تقوم هي ترد على معاكسته باسلوبها وطريقتها. يلا اتفضلوا. ادي عكسك. اتفضل. كده جايبين لي لبس. ده يمكن انت رحت تشتري حاجه في الشنطه. يعني هتيجي تقف عند الحصان كده، لا لفه ايه؟ لا لفه. لا الحصان ده ماشي. انا هعمل ان انا الراجل ده راكب الحصان. سلام. وجولي ماشيين انتوا الاثنين بقى. اللي هم بتوع زمان يعني وكده. انزل تحت يا ابو حميد، يعني ممكن تنزل تحت كده. انزل تحت بس هنا. يلا. قالوا القمر في السماء، ايه اللي نزله على السطح بدري كده؟ يا باي، ايه تقل الدم ده؟ سم كده. لا مؤاخذة يا حاج. بس كده حلوه ولا ايه؟ اديها يا اخي. بقول لك يا باشمهندس، هو انا بسال بس الجاكيت ده مشمع ولا جلد؟ انا بكلم العباية. انت يا واد يا مصدي يا ابو كرش. نعم. لو ما بعدتش من وشي الساعه دي هكون مفرجه عليك قناه الحياه بكل ما فيها. ايه؟ كده زي ما ما ايه اكتر حاجه عجباكي في وشك؟ في وشي انا؟ خدودي. بحبهم قوي. بيدفوني كده في الشتاء. احمد، اين تقع نقطه الجاذبيه عندك؟ اين تقع نقطه الجاذبيه عندك؟ في قلبي. حقيقي بس اصل وشي مش هيجيب اي حاجه مع اي حد. طيب نشوف كده على الشاشه كده ايه الصوره اللي هنشوفها دلوقتي. مي، كونك زملكاويه وجوزك اهلاوي، ده بيعمل بينكم مشاكل جوه البيت؟ لا خالص. محمد مش كروي قوي يعني، فما بيتفرجش على ماتشات اصلا. انا بس بتخانق مع اخواته، يعني في ايمن وعمر لما يبقوا موجودين وفي ماتش للاهلي اقول لهم خلوا بالكم انا وشي فقر جدا، ان شاء الله الاهلي هيتغلب النهارده. بس ده اللي انا بعمله يعني. لكن ما بقتش متعصبه زي زمان، لان انا اصلا من 2011 خلاص ما بتفرجش على كوره، يعني حتى مصر لما دخلت كاس العالم انا ما تابعتش الماتشات.